اما بنعرف طبعا المرض اسبابه الجينيه، فبنقدر نحدد نوع العلاج دلوقتي. وحتى لو العلاج مش موجود دلوقتي، فاحنا دلوقتي في محاولات كبيره جدا لعلاج الامراض. يعني مثلا السيبه الحمراء بداوا يستخدموا الخلايا المناعيه بتاعه المريض نفسه ان هم يعدلوها جينيا ويرجعوها للمريض فبيتعالج. نفس الكلام مؤخرا في السكر تايب 1، قدروا ياخدوا الخلايا الجذعيه يزرعوها، وده حاجه مؤخرا جدا منشوره في المجلات العلميه الكبيره قوي، نيو جورنال اوف ميديسن، ولقوا ان هم زراعه الخلايا الجذعيه دي في المريض بتاع السكر خلت المرضى دول ما يضطروش انهم ياخدوا انسولين. طبعا لسه التجربه ما اكتملتش، بس انا متخيل ان في خلال فتره قريبه جدا. عشان كده مهم قوي ان احنا نقدر نعرف التشخيص الخلل الجيني الموجود، سواء في علاج موجود دلوقتي او العلاج هيحصل في المستقبل القريب، فنبقى جاهزين للعلاج ده. ما نبقاش نيجي بعد كده نقول والله العلاج ده ينفعنا ولا ما ينفعناش، نبقى عارفين ان العلاج ده لما يطلع هيبقى مناسب للمريض.